احنا ممكن نعمله ليل واعلانين ونبدا بقى ايه، فاهم؟ يا سلام، ورب فنان بص بقى ايه وزعنفه. سلام، وحشه جدا. جاوب يا كسلان، يا اللي بتتكسف، يا اللي عندك رهاب اجتماعي. واجه مشاكلك، انا واجه مشاكلك. رجاله تانية ثانوي، اهلا بيكم في ملخص جديد وبدايه علم الاجتماع. ايه علم الاجتماع ده يا مستر؟ ايه علم الاجتماع ده يا مستر؟ ايه علم الاجتماع ده؟ يا عم اهدى يا عم، هقول لك والله. كان في واحد اسمه ابن خلدون كده، ده عمل علم الاجتماع. واحد حرامي سرقه منه بعدها فتره اسمه اوجست كونت. الفتره دي يعني صغيره كده، 4 قرون، 400 سنه، يعني مش حوار. الراجل بتاع اللي اسمه ابن خلدون ده سماه اسم، واوجست كونت غير الاسم بس كده، فظهرت كلمه علم الاجتماع. ابن خلدون سماه ايه؟ استنى بقى الملخص الجاي بصراحه، يعني بصراحه عشان هنتكلم عن رواد المؤسسين ومين عمل ايه وكل حاجه هناك هتروق دماغك. علم اجتماع يعني سيسيولوجي. يعني ايه؟ سيسيو مجتمع، ولوجي يعني علم. تمام. ايه بقى علم الاجتماع ده؟ برضه ما فهمتش دي كلمه علم اجتماع يعني ايه. اقول لك يا عم، علم الاجتماع، بقول لك ايه قبل ما اقول لك يعني ايه علم اجتماع، قول لي يعني ايه علم نفس تحت في الكومنتات. لو نسيت ارجع لايه الملخص بتاع التعريف. علم الاجتماع يا صاحبي هو ان انت تدرس المجتمع دراسه علميه عشان تعرف القانون اللي بيحكم نظامه وازاي بيتغير، ازاي يحل مشاكله، بس باسلوب علمي شويه. فعشان كده المنهج العلمي مهم جدا في دراسه الظواهر الاجتماعيه. مهم في ايه بقى؟ هيخليك تفهم الظاهره فهم مدروس قايم على اسس ثابته. خد بالك من الاسس الثابته دي، يعني همشي كده اوصل لكده، هعمل كذا ثم كذا ثم كذا هوصل اللي انا عايزه، عشان اعرف اضبط التصرفات واتحكم فيها واعالج المشاكل اللي موجوده في المجتمع معالجه جوهريه من اصولها. فده بيتم من خلال 3 اهداف بيحققهم لنا المنهج العلمي. اول حاجه وصف الظواهر، تاني حاجه تفسير الظواهر، تالت حاجه التنبؤ بالظواهر. ايه وصف الظواهر الاجتماعيه ده؟ قال لك اقدر اعرف خصائصها، اعرف هي جت منين، حجمها ايه، ازاي اتطورت مع الزمن. زي مثلا تكاليف الجواز، بدات ازاي، انتشرت ازاي، اتطورت ازاي، وهكذا. طب ده الوصف. ايه التفسير؟ التفسير انك تقدر تعرف اسباب وعوامل ادت للانتشار ده وعلاقتها بالظواهر التانية. زي مثلا دراسة تكاليف الجواز، لازم تعرف اسباب انتشارها ايه، علاقتها ايه بالظروف الاقتصادية مثلا، وهكذا. ما الغالي عندك مش غالي عند غيرك، فكر في دي. تالت واحدة التنبؤ بحدوث الظواهر الاجتماعية. يعني ايه التنبؤ؟ بتوقع ما ستؤول اليه الظاهرة، الحاجة اللي هنوصل لها، النتيجة يعني. زي تأخر سن الجواز وارتفاع سن العنوسة، اللي هو يعني العنوسة. ولا انت ايه رأيك؟ ده بارد. يلا مش موضوعنا. تعال بقى نتكلم عن الاهداف واهمية علم الاجتماع. بيفيدك انت كطالب في ايه؟ يخليك تفهم مجتمعك، تاخد صورة عنه واضحة، تعرف بيتغير ازاي، تقدر تساهم ويكون لك دور في حل المشاكل اللي فيه، تشتغل شغلانه ليها علاقه بعلم الاجتماع، تحتفظ بالمعلومات دي لحين ما تحتاج لها، تقدر تدعم حركه معينه او توجه معين. فحضرتك بالتالي مهم بالنسبه لك تدرس علم الاجتماع. بس عايز اشوفك مصحصح معايا ولا لا. فرق لي بين الوصف والتفسير والتنبؤ تحت في الكومنتات، ما تنساش اسمك. ماشي. بعد كده في الاخر هنتكلم عن وظائف علم الاجتماع. بس قبل ما نقول الوظيفتين اللي عندنا الاساسيتين، الوظيفه العلميه الاولى والوظيفه المجتمعيه الثانيه، لازم وحتما تعرف ان هما وظيفتين بس، عشان الاجابات بيبقوا ايه 4 لكن هما 2، يعني في 2 غلط. ماشي، يا ريت نركز في الموضوع ده. ويا صاحبي هقول لك حاجه كده صغيره مهمه قوي، ان ده مجرد ملخص. عايز تعرف بنحل ازاي؟ ارجع للي بنقوله في الحصص. بص بقى، الوظيفه العلميه الاولى دي بتهتم بايه؟ قال لك والله العلم بيطور نفسه، ينقد نفسه عشان يشوف الجهود اللي بيبذلها دي هتقدر تواكب التغيرات ولا لا. يعني بالبلدي بيرفع كفاءته، بيحاول يبقى احسن. ليه؟ علشان يقدر يوصل للحاجه دي، الخطوات اللي هيتبعها عشان يوصل للقانون اللي بيحكم التصرفات. حلوه الوظيفه العلميه دي. والوظيفه المجتمعيه، اوعى تكتبها في الكومنتات، اوعى، ده مفتاح ده بتاعك. الوظيفه المجتمعيه يا صاحبي ان ازاي الادوار بتاعت المجتمع، وازاي الوظائف الفرعيه اللي بتكون موجوده، ازاي اعرف المشكله، ازاي اعرف احلها، افهم وافسر واعرف. جميل جدا. هنا هنكون خلصنا الملخص ده. جالي التانية ثانوي، اهلا بيكم. واول فيديو حل العلم الاجتماعي، ومش الاخير خلي بالك، لان احنا لسه جاي لك كتير. ملخص حل، ملخص حل، هنبهرك السنه دي، بس انت شد حيلك معانا.
وما تنساش الاسئله اللي بنسالها تكتبها في الكومنتات، ولا ايه الكلام؟ بص يا صاحبي، صلي على النبي كده يا صديقي الاول، وهنتكلم عن اول سؤال، فهنرفع النضاره ونخش. بيقول لك العلم المختص باستيعاب طريقه الناس في العيش والتعامل. العيش هنا مش اللي هو البريد يعني، ماشي، تاتي تاسيس العلاقات وبناء المجتمع، يبقى انا بتكلم عن مفهوم علم الاجتماع. السؤال الثاني، يهتم علماء الاجتماع باعداد كوادر من المختصين القائمين على البحث بحث بحث بحث، يبقى علميه. خد بالك مش عمليه، احنا عندنا اولى وثانيه. فرق لي بينهم في الكومنتات، الوظيفه الاولى والوظيفه الثانيه. يلا بينا سخن الكلام معايا. السؤال الثالث بيقول لك تحديد المتغيرات الرئيسيه للظاهره مع اعطاء صوره يبقى وصف. وطبعا انت عارف احنا بنقول ايه في الحصص، لان ده مجرد حل عادي. السؤال الرابع، قام باحث بدراسه ظاهره الادمان من اجل جمع اكبر عدد من المعلومات عنها ومحاوله تحديد اسبابها وحجمها مع وضع. خدت بالك هو درس الظاهره ايه؟ طبعا انت عارف انا هختار دي ليه؟ لانك بتركز في الحصص، ولو ما بتركزش فانت لسه مفرق في الكومنتات، ولو ما فرقتش ارجع فرق. السؤال الخامس، الاحاطه بكافه جوانب الظاهره والتعرف على السمات ليها ومدى توسعها والقدم بتاعها وعامله ازاي. يا سلام. السؤال السادس، تهدف هذه الوظيفه الى ارتقاء العلم بهدف استخلاص القواعد الاجتماعيه اللي من خلالها يمكن التنبؤ بمسار المجتمع. علميه. بعد اذنك يعني. السؤال السابع، التغيرات المناخيه ورب خلصانه ورب خلصانه. هتقول لي ليه يا مستر؟ هقول لك انت ما فرقتش في الكومنتات يا ما بتركزش في الحصص، وما تقولش الحته اللي احنا بنقولها هناك في الحصص تخصنا احنا. طبعا احنا عينينا لاي حد، والله العظيم عيني لاي حد. خش اسالني وانا عيني دي قبل دي، وبالنضاره كمان، ولا تضايق نفسك. السؤال الثامن بيقول لك رؤيه الفرد فحصيه حول العالم والمجتمع الذي يعيش فيه. الراجل ده رؤيته الفحصيه يبقى علميه. اياك تختار عمليه، اياك تختار عمليه. السؤال التاسع، اهتم رواد علم الاجتماع بطرح بدائل لتغيير طرق واساليب التربيه اللي خلقت اجيال بتنساق ورا اشاعات. بيمشي ورا اشاعات اهي. السؤال العاشر، قام احد المحاضرين بعمل ندوه عن مشكله التدخين، وبدا يقول لك بدات ازاي وحصل ايه وبتاع، بس ما قالش ولا قال. انا ماسك لساني عشان اللي احنا متعودين عليه. فبالتالي هي مش تنبؤ، هي مش تفسير، يبقى هي وصف. السلام عليك السلام. سنة 11 قام المجلس القومي للمرأة بوضع استراتيجية. الله عليك يا عم الحاج، استراتيجية بتحطها كيف الاستراتيجية دي؟ يعني وسيلة. هتقول لك قضية العنف ضد المرأة، يبقى في مشكلة، يبقى تطوير الوسائل اللي ليها علاقة بحل المشكلات. سؤال 12، إن كشف القوانين التي تحكم السلوك بتاع المجتمعات الإنسانية. اسكت يا لساني. هتقول لي ليه اسكت يا لساني؟ لأن ده بنقوله في الحصص. سؤال 13، قام أحد الباحثين بدراسة ظاهرة العنف الأسري ومحاولة معرفة بدأت إزاي وجات منين. فده وصف. تحس إن إحنا ممكن نعمله ديل وعينين ونبدأ بقى فاهم؟ يا سلام. ورب فنان. بص بقى وزعنفة. سلام. وحشة جدا، وحشة جدا. مواهب فنية تستحق الدفن. سؤال 14، ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمى بالجرائم الإلكترونية، فقام عدد من الباحثين بعمل مشاهدات دقيقة لمجموعة العوامل اللي ساعدت على ظهورها. بص بقى، تبقى متسرع جدا لو جريت ورا كلمة الجريمة. متسرع، لأنه أصلا ما اتكلمش عنها ولا عن حلها، فبالتالي دي علمية مش عملية. إياك. سؤال 15،
درس أحد مؤسسي المذهب الماركسي بعمق ظاهرة الرأسمالية في مرحلة مزاحمة ظاهرة صراع الرأسماليين على الثورة، فبدأ يقول لك حصل إيه، فأكد إن بعد من ممكن أن يصل بنا يصل بنا يا مزاجك يا مزاجك. سؤال 16. مخطط الإصلاح والتنمية تجنب المجتمع الكثير من الهزات العنيفة، بيعرف يتعامل مع المشكلة هي وبتوفر له يبقى معالجة المشكلات المجتمعية. سؤال 17. درس العالم أدموند هالي حركة النيازك والمذنبات، واكتشف مذنب قصير كده بيجري بسرعة بيعدي كل 76 سنة. كل 76 سنة. هتقول لي طب ما ده هيعدي، هقول لك يا ولا ما قالش هيعدي كمان 76. عشان كده فرق لي في الكومنتات بين الوصف، التفسير، التنبؤ. تحت واكتب اسمك جاوب يا جسلان، يا اللي بتتكسف، يا اللي عندك رهاب اجتماعي. واجه مشاكلك انا، واجه مشاكلك. سؤال 18. دراسة وتفسير ظاهرة الهجرة إلى المدينة بهدف التوصل إلى أسبابها. لكن الهجرة إلى المدينة يا سلام. فحضرتك هتيجي تقول دي مشكلة دي ولا إيه؟ أقول لك لا أنت بتستهبل بقى ولا إيه؟ فين المشكلة؟ بقول لك إحنا بنعرف سببها، تفسير أعرف سببها. مش عارف أسكت. سؤال 19. على الرغم من أن هناك العديد من الأبحاث التي أجريت على ظاهرة الختان ومدى أضرارها الجسدية والنفسية، فننصح العائلات بضرورة الاعتماد والاهتمام بدراسة علم الاجتماع. ليه يا عم؟ عشان حضرتك تعرف السلبيات اللي بتنتشر في المجتمع. هتقول لي ليه؟ قال لك هو بيقول لك فيما عدا. طبعا انت ما قريتش السؤال، انا عيني راحت جابت فيما عدا. فدي طبعا من علم الاجتماع، ودي من علم الاجتماع، ودي من علم الاجتماع. دي الوحيده اللي مش علم اجتماع. التغافل، علم الاجتماع بيدينا صوره عن المجتمع، ما بيتغافلش. عشان كده جاوب لي في الكومنتات ايه اهميه دراسه علم الاجتماع بالنسبه لك وبالنسبه لنا وبالنسبه للناس كلها. سؤال 20. قدم الباحثين الاجتماعيين مقترحات حول القضاء على ظاهره التسول من خلال مقترحات عشان نحل. جميل، شكرا. سؤال 21. يساهم علم الاجتماع في رصد الاحتياجات الهامة وتحديد المجالات المتنوعة لحياة المجتمع والإنسان ووضع تشريعات ملائمة، حاجات تنفع معاه. جميل. علمي. عند محاولة معرفة دوافع استخدام الشباب للسجائر الإلكترونية، هم ليه بيعملوا كده؟ فيبقى ده تفسير. ماشي. سؤال 23. لجأ أحد المعلمين إلى ابتكار طريقة جديدة محاولة القضاء على الغش بين الطلبة، وقام بعمل عدة نماذج من الاختبارات، وكل واحد بقى وامتحانه، وكل واحد واللينك بتاعه. فبالتالي ده خصص جزء من تقييم الاختبارات وتوقع تنبؤ. يجي السؤال 24 ويقول لك حاول رواد الفكر العلمي المؤسس لعلم الاجتماع تقديم حلول لمشكلات. مش عارف اسكت. فعشان كده جريتها. يعني بص، علمت وانا بشخبط على كلمه عشان مش عارف اسكت. مش عارف. سؤال 25. توصل الباحثين الى الحقبه التاريخيه. تاريخ وانت مغمض بس تتاكد ان مفيش. مش عارف اقولها. مش عارف. سؤال 26. استمرار علماء الاجتماع في البحث عن اسباب انتشار العنف والتعصب بالمجتمعات ومعرفه رصد كل الصور اللي بتتطلبها الدراسه للوصول لاسباب. الوصول لاسباب. انا لسه بدور. اللي هي الوظيفه العلميه الاولى. انت فرقت في الكومنتات ولا فرقتش؟ شكلك ما فرقتش ولا ايه؟ لما فرقتش ارجع فرق ولا ايه؟ سؤال 27. بيقول لك توقع الباحثين ان احدى النتائج السلبيه للتطور التكنولوجي اللي بيحصل قد تكون ظهور العزله الاجتماعيه. سؤال 28. توقع رئيس احد الجامعات التزام معظم الطلاب بعدم التدخين اذا لجأ الى تغريم الطالب المدخن داخل الحرم الجامعي مبلغ من المال.
هدفعه يبقى هو عارف ده هيوصلنا لايه. تنبؤ. قامت إحدى النساء بعمل ندوات للتوعية عن أهمية تدوير المخلفات الموجودة بالمنازل والعائد منها جماليا وماديا. في البداية كان انضمام إليها ضعيفا، لكن بعد فترة بسيطة من الندوات اللي قامت بتناول المشكلة وكيفية حلها زاد عدد من المنضمين. جيب بعد كده جابت نتيجة. الولاية عرفت تحل المشكلة، فبالتالي تطوير الوسائل بتاعت أسلوب حل المشكلات. سؤال 30 بيقول لك عالم متسارع التغير تشوبه الصراعات، في حاجات كتير بتحصل مش حلوه ومظاهر التفكك، ولكن بوسعنا ان نشكل حياتنا ونسيرها نحو الافضل، نخليها احسن. يبقى تنبؤ. سؤال 31 قال لك قام احد الطلاب بعمل بحث جمع فيه المعلومات عن ظاهره الانتحار وتاثيرها على المجتمعات، فبالتالي الراجل ده ما قالش سبب لسه، يبقى وصف. سؤال 32 اهتم مالينوفسكي بتوضيح كيف يقوم نمط اجتماعي او ثقافي باداء وظيفه معينه، مساهما في اشباع الحاجات لدى الافراد ومساهما في تكامل الثقافه ككل، بدا من اهتمام بنشوء وتطوره بس، لا هيكون له دور مساهم، يعني ليه دور، يبقى مجتمعي الوظيفه الثانيه. وعشان كده هختم كلامي واقول لك عرف لي علم الاجتماع تحت في الكومنتات. وعشان كده نزلت النضاره، لان ده معناه انتهاء الحصه بتاعتنا. النهارده حلينا الدرس ده، واستنى اللي جاي في الايام اللي جايه. كل الدروس بتاعتك وكل التفاصيل بتاعتك احنا معاك لحد النهايه. كان معكم مستر ابراهيم ابو بكر، دي قناه ابره على اليوتيوب. سلام يا صديقي.